اخواتي وحبايبي اللي منوريني دايما، ربنا يخليكم ليا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده هنعمل ايس كريم المانجا. طبعا السوق مال المانجا وده الموسم بتاعه. هنعمل احلى ايس كريم بمكونات سهله وبسيطه من غير اضافات. دي معايا حبيتين من المانجا زي ما انتوا تحبوا، الكميه ياما او شويه زي ما انتوا عايزين. دولت حبيتين اتنين. هقطعها كلها وانضفها من البذرة بالمنظر ده كده. بعد ما خليناها من البذر هننزل بقى على شفشق الخلاط. هننزل بسكر، هنضرب وندوج الاول. لو عندك عسل نحل وعايزه تحطي ماشي، ما عندكش يبقى بديله السكر. اهم حاجه مش هنحط ميه طبعا كده. بعد ما ضربناه في الخلاط شايفين المطه بتاعته، مش قادره اوصف لكم على الجمال والحلاوه. هنا بقى هنجيب علبه فاضيه وننزل بالخليط. شايفين ايس كريم المانجا، مش قادره اوصف لكم. طريقه سهله وبسيطه من غير اضافات. هندخله الفريزر لمده 6 ساعات كده. بعد ما سبتها 6 ساعات زي ما قلت لكم جمدت. الله على الطعم والجمال، مش قادره اوصف لكم. جربوا وقولوا لي ايه رايكم. الوصفه بتاعتي هتعجبكم، ولو عجبتكم لو عجبتكم الوصفه متنسونوش في لايك وشير، تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد دايما. وجربوا وقولوا لي ايه رايكم. احلى ايس كريم، طريقه سهله ولذيذه.